متواصلين 24 ساعة، بس هل فعلا بقينا قريبين؟ الرسالة اللحظية، المكالمة مجانية، المعلومات بقت أسرع من الضوء. مع كل ده في ناس بتحس إنها لوحدها أكتر من أي وقت. خلينا نعترف، التكنولوجيا بقت قربت من ناس ما كانوش بيعرفوا يتواصلوا مع بعض. مكالمة فيديو مع والدتك وانت في بلد تانية، جروب واتس بيجمع العيلة اللي كانت متفرقة، كورسات من جامعات عالمية من غير ما انت تسيب بيتك، واكتر من كده ناس لقوا شركاء حياتهم واصحابهم من خلال الانترنت. بس في نفس الوقت بتشوف ناس قاعدين جنب بعض بس كل واحد في حتة لوحده. بنتكلم اكتر بس بنحس اقل، عدد المتابعين زاد بس بقينا بنسمع بعض اقل، بقينا بنرد على الرسائل اسرع بس بنسمع اقل. الادمان على الشاشات بيأثر على الصحة النفسية، قلق، توتر، قلة نوم، وحتى الشعور بالاكتئاب. العلاقات بقت أضعف بسبب اللي احنا بقينا بنعبر عن التواصل ما بين بعض بإيموجيهات بدل بنعبر بالحضن أو البوسة. التكنولوجيا مش هي المشكلة، هي أداة، وأنت بتقرر تستخدمها إزاي. التكنولوجيا ممكن تقربنا أو تبعدنا، بس الاختيار دايما في إيدك. ما تنساش يا صاحبي تحط لايك وتشترك في القناة، لأن تعبت في الفيديو ده فشخ.